حد يمرض أو يكون فيه قرحة أو جرح، كان يبل أصبع السبابة، يبلها بريقه. خد بالك من الوصفة دي، يبلها إيه؟ بريقه، ويحطها على التراب على الأرض. خد بالك، يحطها إيه؟ على التراب، يبل ريقه ويحطها على التراب على الأرض، ويحط صباعه دوت وهو محمل ببعض التراب على مكان الجرح أو الألم أو القرحة، ويقول بسم الله. خد بالك، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعيدها تاني. النبي كان يبل السبابة بريقه ويحطها على التراب على الأرض، حديث البخاري ومسلم. خد بالك، ويحطها على الأرض، هتعمل إيه؟ هتجمع شوية تراب ويحطها على مكان الألم أو الجرح أو القرحة أو المكان اللي موجود فيه جرح. واخد بالك، ويقول إيه؟ بسم الله تربة، يعني من التربة من الأرض، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، مش بالتراب، لا، بإذن ربنا. بإذن ربنا. إيه معنى الكلام دوت؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة قال لك أصل التراب طهور، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. التراب طهور والمؤمن طهور، فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله، يحدث الشفاء بإذن الله. عرفت بقى الموضوع عامل ازاي؟ سبحان الملك. اوعى تنسى الوصفة الجميلة.